النهاردة ليلة مش عادية، لأننا على ميعاد مع المضحكاتية الجميلة علا عبد الصبور، أو الرائعة دائماً هند صبري اللي عايزة تتجوز. أنا هتجنن يا أمي، هتجنن. نفسي أفهم البنات دي بتتخطب على أساس إيه بالظبط؟ أبجدية؟ طيب لا مش أبجدية. طب يمكن السن؟ لا، أول 3 بنات اتخطبوا كانوا 32 28 35. قلت طب يمكن اللون. علا في مسلسل عايزة اتجوز زيها زي بنات كتير في مجتمعنا الحديث، خايفة يفوتها قطر الجواز زي ما ستها دايماً بتقول، وبتحاول ترضي أمها اللي نفسها تفرح بيها، وعشان كده بتقابل كل يوم عريس وتحاول تحلم إنه هو ده اللي هتكمل معاه. بس في آخر كل حلقة بتكتشف إن في مشكلة مش ممكن تطنشها هي اللي بتوقف الجوازة. باختصار كده أنا فيا كل المميزات اللي تخلي أي واحد في كامل قواه العقلية يجري ورايا وبالمشوار. بس للأسف اليومين دول مقاييس الجواز اختلفت خالص. علا صيدلانية شاطرة في شغلها، بس زميلاتها في الصيدلية بينهم سباق على مين اللي هتسبق مين في الجواز. وفي البيت عايشة مع مامتها وباباها وكمان جدتها اللي مش عاجبها العجب، وطبعا أخوها الصغير اللي بيدور على مصلحته في كل الأوقات. ورغم إن المسلسل كوميدي إلا إنه فعلا بيناقش قضية مهمة جدا عند بنات كتير، وعشان كده هند ما ترددتش إنها تعمل علا اللي بقت من أشهر المضحكاتية في الدراما المصرية. جمعية عايزة اتجوز يا بابا، اللي مش فاهم حاجة. جمعية عايزة اتجوز للبنات اللي مش متجوزين. هنحط ايدينا على خدنا ونستنى العدل؟ لا، احنا ننزل ندور على العدل. نعم يا أختي. التونسية الجميلة هند صبري مش كوميديانة، إنما هي واحدة من جميلات السينما والدراما العربية، وعملت أدوار كتير ناقشت فيها مشاكل مهمة. لكن لما فكرت إنها تدخل عالم المضحكاتية أثبتت لكل الناس إن طاقتها مش بتقف بس عند الأعمال الجد أو الرومانسية، إنما أثبتت إنها فنانة تقدر تقدم كل الأدوار وبنفس الإتقان، عشان هي الرائعة هند صبري.